السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا كل حبايبي، ازيك كل مشاهدينا داخل مصر وخارج مصر. طبعا احنا بنعمل حاجات عشان رمضان ان شاء الله. الفيديوهات اللي جايه دي كلها عشان رمضان. فيا حبايبي طبعا كل بيت فيه اطفال بيحبوا الكاتشب. في كل بيت فيه اطفال بيحبوا الكاتشب. فبروحوا يجيبوا الكيس بقى قد كده صغير وما بيعملش حاجه، او بيجيبوا مثلا الازازه وما بتعملش حاجه، وجبناه من بره قبل كده جيركن ما طلعش حلو. فانا قلت ليه يا ام زياد، ده حاجات ما بتكلفش في البيت، حاجات ما بتكلفش في البيت، فنعملها في البيت. فتعملي ايه يا حبيبتي؟ تجيبي قوطه وتقطعيها وتسويها على البوتاجاز الاول. تجيبي قوطه وتقطعيها وتسويها على البوتاجاز الاول، وبعد كده يا حبيبتي تروحي ضربها في الخلاط ومصفياها بالطريقه دي. اهي يا حبايبي، وتوطي البوتاجاز عشان ما تبهدلكيش البوتاجاز. بصوا يا حبايبي اهي. بنقول نسويها ليه؟ عشان ما تاخدش منك وقت وتبهدلك الدنيا على البوتاجاز زي ما بتعمل بكده. فطبعا يا حبايبي انا عملتها سويتها وضربتها في الخلاط، والوقت هعمل معاكم خطوه خطوه. ليه انا عامله؟ بصوا يجي كيلو قوطه اهو، كيلو قوطه هيعمل لي ازازه كبيره. العيال ياكلوا وبسطهم بدل ما كل حبه هات يا ماما نجيب كاتشب، هات يا ماما نجيب كاتشب. لا اهو يا حبايبي بياكلوا جنب بانيه جنب بطاطس، يقولوا لي حاجات بسيطه زي كده ونعملها لهم في البيت. فانا طبعا يا حبايبي جايبه لكم الطريقه بتاعه الكاتشب عشان تعملوها في البيت. خليكم معايا وهقول لكم. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا هنا هي القوطه. بصوا جامده ازاي يا حبايبي. الصلصه اهي، وتصفاها كويس. نص كوبايه سكر، نص كوبايه سكر. طبعا حد يقول لي هو السكر غالي ومش السكر غالي، انت لو رحت اشتريتي كذا كيس من بره هيبقى اغلى من السكر. اهو يا حبيبي بسم الله الرحمن الرحيم كده اهو. اهو يا حبايبي كده انا قلبت السكر. هتعملي ايه يا ام زياد؟ طبعا انا زي ما قلت لكم مسويه الصلصه. بصوا يا حبايبي، توم باودر شعره صغيره ما تكتروش، شعره فلفل صغيره جدا، يعني حاجات بسيطه ما تكتروش. كل ما بتقلوا من الحاجه وتخلوها بسيطه بتبقى احسن من اللي بره كمان. شعره ملح اهو يا حبايبي بسم الله الرحمن الرحيم. اهو يا حبايبي كده بالطريقه دي. شعره ملح، شعره باودر توم اهو يا حبايبي. توم باودر بقى اهوت اهو يا حبايبي. بصوا ايه رايكم بقى في الطريقه اهي. ناقص ايه يا ام زياد؟ الخل، معلقه خل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. ما احنا لازم نعمل لعيالنا كل حاجه، لان جنب بطاطس بيعوزوه، جنب بانيه بيعوزوه. اهو الخل اهو يا حبايبي. ما تكتريش بردك لان كل حاجه لها حاجتها. اهو يا حبايبي بصوا. احنا طبعا عاوزينه بقى بلمعه، هو كده مش بلمعه قوي بردك، خلي بالكم. احنا عاوزينه بلمعه. تعملي ايه يا ام زياد؟ نص معلقه نشا صغيره، نص معلقه نشا صغيره اهو. اللهم صل على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. وتوطي النار وانتوا بتعمليها يا حبيبتي. اهي بص النشا يا حبايبي دوبتها في شويه ميه وحطيتها. بص يا حبايبي ولمع ازاي وبقى حلو ولسه ما يبرد كمان. طبعا انا حطيت بقى ملح وسكر وخل وتوم باودر وفلفل اللهم صل على النبي نص معلقه نشا عشان بتديله لمعه. وطعمه انا دقته، طعمه جميل جميل جدا، طعمه جميل جدا احسن من اللي بره كمان. واسمها حاجه نظيفه وقوطه نظيفه. القوطه تبقى نظيفه في البيت اهو يا حبايبي. طبعا لسه اما يبرد كمان هيتقل وهيبقى شكله حلو. طبعا حبايبي اللي متابعيني يعملوا لي الاشتراك، يعملوا لايك، واللي مش اول مره يشوفوني يا حبايبي ما تنسوش تفعلوا الجرس. وبشكر حبايبي كلهم. انا مش عاوزه اقول اسم واحد لان حبايبي كتير على القناه وبنسى، فانا مش عاوزه انسى حبايبي كلهم. وبقول لهم كل سنه وانتم طيبين وتعودوا لها بخير وتفرحوا بحبايبكم كلهم ويدوكم اللي نفسكم فيه يا رب. واقول لحبايبي متشكره متشكره وربنا يديكم اللي نفسكم فيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.